اليوم غادي نعطيك اسهل طريقه باش توجدي الشعريه ديال السفه، كتجي بنينه بزاف وكتوجد بسرعه بلا عذاب وبلا ما تعجل لك، كتبقى حبه على اختها واخا تزيريها بيديك. غناخذ نص كيلو ديال الشعريه ديال السفه، غنضيف عليه نص كاس ديال الزيت النباتيه، غادي نحاول نلبسها مزيان في هذيك الزيت حتى كتدخل فيها كامله. من بعد كنديرها في الكسكاس وكنحطها في البريمه ديالي اللي كتكون بدات كطبخ. انا طيبتها في هذه البرمه اللي خديت من عند عصام شوبينغ، بصراحه زوينه بزاف، ما كتنفس من الجناب ما حتى شي حاجه، وطيباتها ليا بسرعه. من بعد ما تفورات لمده نص ساعه كنحيد الكسكاس وكنكب عليه داك الماء اللي عندي في البرمه اللي كيكون طايب طبعا، كنصفيها مزيان من داك الماء وكنردو للطنجره وكنحطها في القصعه وكنكب عليها كاس ديال الماء من الروبيني فيه شويه ديال الملحه. كنجيب واحد الفرشيطه وكنحاول انني نطلق دوك الشعيرات ديالها ونخليها كتشرب لي داك الماء تماما. من بعد ما كتشربو كنحاول نفركها هكايا بيديا باش دوك الشعيرات ما كيبقاوش لاصقين مع بعضياتهم صافي، وكنعاود نردها تفور مره اخرى. هنا درت شويه ديال الزبيب اللي كنكون رطبته من قبل وكنردها كتفور لمده 20 دقيقه، وكنكرر نفس العمليه. كنعاود نكب عليها داك الماء اللي كيكون طايب وكنصفيها منه، وكندير كاس ديال الحليب كيعطيها واحد البنه زوينه. الا ما عندكمش تقدروا ديروا الماء، وكندير معلقه كبيره ديال الزبده تكون حيوانيه كتعطيها واحد البنه زوينه. كنحاول ندخل فيها مزيان هذيك الزبده وكنديرها كتفور للمره الاخيره. هذه اخر تفويره عندها، يعني 3 ديال التفويرات. هاد التفويره الاخرى كتاخذ ليا غير 5 ديال الدقائق. كندير معلقه كبيره ديال السكر سنيده ولا السكر كلاصي وكنقدموها بالصحه والراحه.